السلام عليكم ورحمة الله. دايما بفكركم وما تزهقوش من اني بفكركم باللايك والشير والنصايح اللي بتجيلي على الخاص، انا بنتظرها وبحبها وباخد بيها. وكمان دعم القناة على اليوتيوب محتاج من كل الاصدقاء والاقارب والاصحاب والاخوات واللي بيشوفوني لاول مرة. دعم القناة على اليوتيوب والاشتراك في القناة ده مهم جدا جدا. وبشكركم جميعا مقدما، وبشكر جميع الأصدقاء الحاليين، وبشكر الكل بشكل عام. شكرا جزيلا. نيجي للسوبر المصري في الإمارات اللي هيبقى يوم 20 ويخلص 24. طبعا كلنا عارفين ان السوبر المصري بيشارك فيه بطل الدوري النادي الأهلي، وبطل الكاس نادي بيراميدز، وبطل الرابطة سيراميكا كليوباترا. والكارت الذهبي اللي أضيف السنة دي وده كان من نصيب نادي الزمالك. وطبعا نادي الزمالك وجوده يضيف قوة للبطولة، حتى لو هو ما كانش أحد الأبطال للبطولات الثلاثة اللي أقيمت في مصر، سواء دوري أو كاس أو رابطة، إنما وجوده يضيف للبطولة وهيديها قوة. الماتش الأولاني بيتلعب يوم 20 الساعة 4 على ملعب هيكون على استاد آل نهيان الساعة 4 و5. ده هيكون يوم الحد 20/10 بين الزمالك وبيراميدز. مباراة قوية ونتوقع انها تكون مباراة قوية، ودايما المباريات الزمالك وبيراميدز بتبقى قوية، لكن الزمالك حظه عالي على نادي بيراميدز، زي ما بنقول كعبه عالي. هنشوف المباراة دي. بيراميدز طبعا بعد تتويجه بكاس مصر أصبحت فرقة من فرق البطولات في مصر، فالدوافع عنده هتختلف، طريقة الأداء، الحمية، الحماس، كل الأمور دي لما بيبقى أنت واخد بطولة بتختلف مع اللعيبة اللي موجودة. أتمنى نشوف مباراة قوية. في نفس اليوم الساعة 8 بيلعب النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8 على استاد محمد بن زايد. سيراميكا كليوباترا عامل تدعيمات غير طبيعية، مش عارف جايب 15 لاعب ولا 17 لاعب. دنيا يعني مختلفة خالص. هنشوف فريق طبعا هنشوفه لأول مرة بعد التدعيمات ديت قدام الأهلي في الإمارات. أتوقع برضو إن هي مباراة هتكون قوية جدا، خصوصا كمان بعد أحداث قندوسي. دي ممكن يكون ليها تأثير إيجابي مع الفرقة، مش شرط إنها تعمل تأثير سلبي ومع اللاعب نفسه. فهنشوف المباراة برضو، أتوقع إنها تكون مباراة قوية. النتائج المتوقعة للمباريات صعب توقعها، وإن كان ناس كتيرة بترشح أهلي وزمالك في النهائي، وفي ناس على العكس تماما مرشحة سيراميكا وبيراميدز. إيه اللي هيتم؟ وارد وارد طبعا إن يبقى أهلي وزمالك في النهائي، سيراميكا وبيراميدز في النهائي، أهلي وبيراميدز، زمالك وسيراميكا، كله وارد. إن شاء الله نشوف مباريات قوية وتبقى استعداد جيد للنادي الأهلي بشكل خاص، اللي هيقابل فريق العين بعديها ب4 أيام، هيبقى يوم 29 في استاد القاهرة. الأهلي هيسافر يوم 17، وغالبية الفرق يعني في نفس التوقيت تقريبا، يزيد يوم يقل يوم، إنما كلهم تقريبا هيبقوا متواجدين في بين 17 و18. سيراميكا اوريدي هناك، وعامل أيمن الرمادي عامل معسكر من هناك من بدري، والفرقة واصلة لمرحلة متقدمة من الجاهزية، وكمان بيراميدز برضو. فإن شاء الله نشوف بطولة كويسة. قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس هم اللي هينقلوا المباريات اللي هتتلعب هناك، وإن شاء الله يكون كما اعتدنا يعني إنها تكون يعني نقل بشكل جيد، ويكون معمول استوديو حلو، وضيوف الاستوديو يكونوا على مستوى نستفيد منهم كلنا ان شاء الله. على السريع بالنسبة للأهلي، الأهلي خد موافقة على 75 ألف متفرج في مباراة العين اللي هتبقى بعد السوبر الأفريقي، اللي بعد السوبر المصري مباشرة. خد موافقة على 75 ألف متفرج في استاد القاهرة، وتعين للمباراة حكام ترك من تركيا. الحكم هو حكم شهير معروف اسمه خليل أوموتو.
خليل أموت. ان شاء الله يكون على المستوى المطلوب ويؤدي مباراة كويسة وما يكونش عنده اخطاء، ونشوف مباراة كويسة بين الاهلي والعين ان شاء الله بعد فوز الاهلي ان شاء الله بالسوبر المصري في دولة الامارات الحبيبة. تحياتي لحضراتكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك بقناة اليوتيوب ارجوكم. صباح الفل على الجميع، نهاركم ابيض ان شاء الله.